ركزوا، ركزوا بصوا. شغل يعني انا دوست خلاص اهي. شغل فاخر بصوا. لا اوريكي حركه بقى كده ده شغل فاخر من الاخر. مش اي حاجه. مش اي حد يجيب اي حاجه. قلبي يا جي ام. احنا كده بنلعب مش هنسلم. انا كنت بلعب بالقلم. لا بصي اكتر كده. بحبكم بصي بحبكم قوي. بصي 3 مرات كده ورا بعض بسرعه. بص شغل فاخر من الاخر. احنا الترند. فين المشط؟ والله ربنا حاسه ان في امن. بعدين حتى لو في امن، الامن ده يا بنتي شيء مميز ما يعرفش ايه. بروح عليا بروح مش هتاخد. الامن ده ممكن يصحيكي. طب ممكن بسبب املايه. لا دي اسهل. والله دي ايش اسهل اهو ولا اهو ممكن بسبب املايه تصلي الفجر حاضر، تقرصك فتهرشي فتصحي من النوم، تلاقي الفجر بيأذن فتصلي. يا بنتي ربنا ما بيخلقش حاجه كده هباء. انت كمان تستاهل ايه اصلا؟ بس انا الشعر ده انا عايزه اجيب مقص واقص الصراحه. ايه ده يا ياسر؟ انا مش بتسلك وبايظ. ايه يا ياسر؟ ضايع وانا ببوظه اصلا. حتي انا عشان ببهدل الباب جدا. طب ثانيه بس، احنا بص هنعمل حاجه دلوقتي. احنا هنلم الدنيا نروح درسنا. لف كده. هنلم الدنيا نروح درسنا، ونيجي من درسنا بقى عايز لك قاعده معايا عشان ده مش شعر ده سلك. اول والله ده اول. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ لا انت تيجي لي بس من الدرس شوف انا هعمل فيه ايه. انا بس الم منظر كده عشان ما بقيتيش تسيبي نفسك ليا. كنت بدلعك زمان، شعرك شعر خرفان. تريقي؟ لا انا كنت بقى اسرح لك اسئله اسرح لنفسي، ادي اخوة اللي بيسرح لنفسه. يلا لم شعرك الدرس يا ماما. ما جابش اروح دروس. انا قاعد لهم كل نسرح شعرنا. قمر يا ماما قمر يا بسم الله ما شاء الله. التريقه يا ماما عايزاكي ما انت شعرك ناعم. معلش مش شايفه حد. معلش. ليه يا رب ما طلعتش زيهم يا رب؟ يا رب. ماما انا بابا شعرك ناعم. معلش. بابا والله مش شعرك يعني كل انا بس اللي شعرك. عايزة كحكة ولا دول حصان؟ دول حصان. مع انه عايز كحكة عشان الشكل العام مش احسن حاجة. شكله باين هو ايه؟ جامد. جامد. ايوه ايوه. هوريك فعلا. انا هوريكم الاوتفيت ده. بس الفرق بين اللي بيتسرحوا شوية بصوا واللي مش متسرحين. لف كده. دول مش متسرحين. بصوا الفرق. انا عايزه اشوف. ده الفرشة دي تحفة. مش وجعاكي صح؟ حاسة ان انا بستخدم الجروف. يعني انت تيجي قاعدة لما تيجي. وبعدين بقى تسألك القمر. القمر ما كانتش عايزة تلبسه. والله العظيم اسياء يعني حرفيا عندها حاجه جميله كيوت بناتي. تقول لك لا تصغرني تصغر عليا. بص القمر عندي عروسه يا ناس هبله اقسم بالله قمر بنتي عروسه. يلا جري. اكتر الحاجات اللي قريبه لقلبي هي اني لما بجهز ولادي للدرس بحس ان انا بجهزهم للدكتوره، بجهزهم للعلقيه. والله العظيم مش كلام بقوله في فيديو، والله العظيم بحس بشعور كده جميل. بحس ان في حاجه انا عايشه عشانها، في هدف انا عايشه عشانه. فشعور ان اجهز ولادي للدرس ده يا لهوي، ولا لما بكون بجهزهم للمدرسه يعني حاسه الايام بتجري، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله هشوفهم زي ما انا عايزه واحسن كمان. ان شاء الله ربنا مش هيضيع لي تعب ولا يضيع تعب اي ام على ولادها. يا رب يبارك لنا فيهم. المهم ان صلاح دلوقتي نازل درسه دخلته تمام، وانا هتحدى نفسي في خلال تلت ساعه اكون مخلصه الصاله واوضه اسيا واوضه صلاح. يلا نشوف. معلم صلاح ماشي مع السلامه يا باشا. ده شكل الاوضه بتاعت صلاح. هي كويسه، انا بالنسبه لي كويسه ما شاء الله. ان شاء الله ما مش تاخد وقت معايا تمام. وده شكل الصاله برضو بالنسبه لي انها كويسه مش تاخد وقت ان شاء الله. وده شكل اوضه اسيا.
برضو شايفه انها كويسه. فان شاء الله باذن الله انا هتحدى نفسي ان هخلص ال3 في اقل من ربع ساعه. الشكل النهائي لأوضة سلوحة. ايه رأيكم في الجمال؟ راحة راحة راحة. وده الشكل النهائي للصالة. السجادة طبعا قلت لكم انها عايزة تتغسل، وانا اصلا حطها على ظهرها، تمام؟ بس انا عشان في حافظة في البانيو مستنياها تتغسل، وبعد كده اغسل دي. ودي هتكون أوضة السوس. انا صراحة سبت الشباك عشان الأوضة تتهوى، وحطيت البطانية دي برضو كمان عشان تتهوى. مناسبة يا جماعة للناس اللي بتقول لي يا ام آسيا انت هي ام آسيا على طول بتروق. هي اصلا الام مهمتها في الحياة ايه غير ان هي تهتم باولادها وانها تروق وتسرح لهم؟ يعني هي دي مهمتك في الحياة. الحاجة الوحيدة اللي الواحد بس يحمد ربنا عليها نعمة الصحة. يعني الحمد لله ان صحتنا فينا وقادرين ان احنا نخدم ولادنا. وانا بالنسبة لي كأم يعني مش هقول ان بكون مبسوطة قوي من ان ولادي يبهدلوا، لا، بس انا دايما اقول لنفسي الحمد لله ان هم بصحتهم ويعيشوا ويبهدلوا وانا اخدمهم. انتوا فاهميني؟ فيا رب يجعلهم بصحتهم، لان يمكن النعمه دي مش في بيوت كل الناس. فيا رب يشفي كل مريض ويرزق كل محروم ويكرم كل بنوته بانها تعيش احساس الامومه يا رب. عايزه اقول لكم ان الاذان بيأذن ما شاء الله، الله اكبر. يا رب يرزق كل مشتاق ويرزقك يا كريستي، ويسعد قلبك ويعزك ويجعل رزقك مطر ويصلح حالك يا جي ام، ويطيب خاطرك ويرضيكي ويريح بالك ويسعد قلبك يا لبنى يا حته من قلبي، ويعزك ويعوضك اضعاف ما اسعدتيني خير، ويسعد قلب اياد ويسعد قلب تاج وجوجو، ويسعد قلب كل اللي كان سبب في سعاده ليا او كل اللي ساب بصمه في حياتي حلوه. قسما بالله ان كل متابعيني على راسي. الله يديمكم في حياتي ويسعدكم بسعاده.